أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط بالإيراني شرطي مصري قتل كذلك على الحدود مع مصر. إسرائيل في صدمة ثلاثية، حجم الخسائر صدمة، وأسلوب العملية صدمة، ومصدرها صدمة. الشعب المصري الباسل يعني الشرطي إما أنه دافع عن نفسه ثم استشهد أو أنه قام بعمل وطني مقاوم، وفي الحالتين هو في الواقع شهيد ليس فقط للشعب المصري وإنما الشعب الفلسطيني والشعوب العربية جميعا. وإن كان ملاحقة في واجب أمني فنتيجته واحدة، وهي أن رجلا مسلحا ببندقية قديمة تفوق على مجموعة مما يوصف بالجيش الذي لا يقهر. فقتلاها 3 جنود وجريحان أحدهما ضابط، والموقع عند الحدود مع مصر، والمنفذ مصري برصاص مصري. ذاك خبر حلقتنا ولنا في نقاشه 3 مسارات. ما هي الملابسات التي أحاطت بمقتل الجنود الإسرائيليين ال3 على الحدود مع مصر؟ حقائق كانت كفيلة بتحويل الأمر في إسرائيل إلى عاصفة من الأسئلة والغضب لم تبددها روايات تضاربت بين جيشها الذي نشر صور قتلاه على يد من وصفه بمخرب مصري. وما مغزى التباين في تفسير الواقعة بين حديث الجيش الإسرائيلي وحديث الجيش المصري عن مطاردة مرتبطة بالمخدرات؟ آلاف الإسرائيليين يعلنونها. لا بد من رد حاد وقوي على مصر، وقبائل سيناء تعلنها: أنتم متآمرون وتستحقون ما حدث لكم. وبين رواية الجيش المصري التي تحدثت عن مطاردة فرد أمن لمهربي مخدرات عند الحدود دون اتضاح مصير المهربين وما الذي أوقع الجنود الإسرائيليين في الوسط ليقتلوا على مرحلتين. ما انعكاسات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي؟ محللون: الجندي المصري هدم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وتلفاز إسرائيل يطرح سؤالا عجز الجميع عن الإجابة عليه. ظل خلالها العسكري المصري مترصدا لساعات قبل أن يقتل. لا صورة للآن ولا اسما للمنفذ الذي تحول إلى أيقونة شعبية مجهولة. جنديان أحدهما ذكر والأخرى أنثى تعرضا لهجوم من شخص ما قتلهما، لكننا لا نعرف ما هي الدوافع. ما هي آخر تطورات حادث مقتل الجنود الإسرائيليين؟ وماذا عن جثة الجندي المصري؟ هل ستسلمها إسرائيل؟ وماذا تريد إسرائيل مقابل الجنود ال3 الذين قتلوا؟ لا معلومات قاطعة غير توافق على تحقيقات ثنائية بدت فيها إسرائيل غاضبة، وللغضب تفسيره. وعندما عثروا على الفاعل داخل إسرائيل فتح النار على الجنود وقتل جنديا ثالثا، وأدى الحادث إلى مقتله هو أيضا. مظاهرات في إسرائيل للرد على مصر، وكأن الظروف تخدم الحرب والرياح تأتي مواتية لمن ينفخون في النار. لقد ضربت إسرائيل من حيث لم تحتسب، وما جرى حادثا كان أو هجوما إنما يكشف لمن يراقب عن خيبة مقيمة. إسرائيل مصابة بحالة انفجار شديد لسببين. السبب الأول أنه في فشل أمني إسرائيلي صارخ وواضح كالشمس عندما يقتل منهم 3 جنود، 2 ثم ثالث دون أن يعرفوا ما الذي يجري. هذا يدل على فشل أمني كبير. دقيقة حداد على أرواح جنودهم الذين قتلوا على يد الجندي المصري، وتحولت التظاهرات إلى المطالبة بالهجوم على مصر ورفض موقف نتنياهو السلمي من الحادثة. فإن كان وراءه سبب فكري حركه عداء راسخ لإسرائيل التي خاضت مع مصر حروبا سالت فيها دماء، فإنه خوف لا حل له. النقطة الثانية: هم حساسون جدا للخسائر البشرية، لا يحتملوا حدوث خسائر. هذا مجتمع أصبح مرفه لا يطيق حدوث خسائر، وبالتالي يتفاعل بشكل انفعالي كامل. فقد اتهموا الجنود الإسرائيليين بأنهم كانوا مع تجار المخدرات الذين طاردهم الجندي المصري. وإن كان ملاحقة في واجب أمني فنتيجته واحدة، وهي أن رجلا مسلحا ببندقية قديمة تفوق على مجموعة مما يوصف بالجيش الذي لا يقهر. والذي جرى يؤكد فشل نظرية نتنياهو وفشل النظرية الإسرائيلية بشكل عام، التي كانت تراهن على أن وجود اتفاقيات سلام مع بعض الدول أو حتى اتفاقيات تطبيع مع بعض الحكومات أن ذلك سيعني تطبيع مع الشعوب. هذا لم يحدث ولن يحدث أبدا. وعلقوا في تدوينة على الحادث قالوا فيها: هناك أحاديث أن جنود الاحتلال القتلى كان بحوزتهم في سيارة الجيب أموال كثيرة، ويعتقد أنهم كانوا في انتظار المهربين
استلام المخدرات. يتعاطف بشكل كامل مع ما يجري في فلسطين. هاي مشاعر لا تستطيع إسرائيل أن توقفها. القضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني في وجدان كل الشعوب العربية بما فيها الشعبين الشقيقين في مصر والأردن. لولا تدخل الجندي المصري في نقطة حراسته ومطاردته للمهربين من الجانب المصري حتى تخطى الحدود ليشتبك في الجانب الآخر مع الجنود الإسرائيليين الذين بدورهم كانوا مع تجار المخدرات. وفي ذلك ما فيه من هشاشة الأداء العسكري لجنود الاحتلال حين يتجردون من طائراتهم ودباباتهم. يا عبد الودود يا رامس على الحدود. What?